أسعد الله صباحكم ومساءكم أحبتي بكل خير. اليوم إن شاء الله أكلتي لليوم اللي هي عبارة عن فطر ودجاج مقطع مثل ما أنتم بتشوفوا، شايفين كيف أحبتي؟ مربعات ومنظف كتير 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 منيح. نظفوه كتير منيح وبعدين قطعوه زي هيك. شوف الحبة قطعته مثل هيك مربعات ومع كريمة، شايفينها؟ مع هدول الأشياء كلياتهم، وجنبهم رز طويل الحبة. هلأ كيف بعمل هاي الطبخة؟ بجيب الدجاج مثل ما انتم شفتوه مثل هيك، بغسله كتير منيح، بحط عليه شوية خل وملح، هذا الأحسن غسيل، ما بيكون فيه ولا أي نقطة زفرة، كتير مرتب، واشتروا كمان نوعية تكون ممتازة. هلأ مثل هيك بقطعه بالحجم اللي انتم شفتوه، شايفين أحبتي؟ هاي الحجم تاعه، وهي هذا عليه بس فلفل أسود إشي بسيط وكزبرة فقط لا غير، هذا هو. هلأ بقطعه مثل هيك الدجاج، وبعدين بحط عليه شوية فلفل أسود وشوية كزبرة ناعمة وبس، وشوية زيت. وبعدين بجيب الطنجرة، بحطه بسخنها، وبحط الدجاج عليها. طبعا بحط شوية زيت فيها وشوية زبدة، وبقلي الدجاج، بقليه وهي النار عالية حتى السوائل تحتبس جواته للدجاج. عرفتوا كيف؟ بعد ما يتقلى كتير منيح، بعدين بحط عليه مية مغلية لأنه هو سخن، بده إشي سخن. هلا اللحم أو الدجاج يكون بارد بنحط عليه مي باردة، يكون سخن بنحط عليه إشي سخن. هلا لما يتقلى الدجاج كتير منيح لمدة تقريبا 10 دقايق بالمقلى على النار، لما تنشف ميته، وأصلًا ما بتطلع له إلا مَي بسيطة جدًا، لإنه أنا ما بدي إياها تطلع المَي، بتكون الزيت سخن والزبدة سخنة. وبعد ما يتقلى الدجاج كتير منيح، هلأ الزبدة لحالها ما باحط أحبتي، انتبهوا لهاي النقطة، لإنها الزبدة بتحترق. الزبدة باحطها بعد الزيت، باحط أول إشي زيت، باحط الدجاج عليها باقليه، بعدين بانزّل الزبدة. لعلمكم يعني، عشان هالزبدة بتحترق. المهم باقلّي الدجاج كتير منيح بس تجف مَيّته على الآخر، وبكون سُخن كتير طبعًا. باحط عليه مَي مغلية بحدود كوبايتين مَقّات حتى يستوي. بعد ما يستوي تقريبًا، بعد ما يستوي هيك بحدود نُص ساعة، هذا الحكي باطبخ على النار بالمَيّة المغلية. بعدها باحط عليه، يعني عرفتوا كيف الطريقة؟ أول إشي باقليه بالزيت، بعدين باحط عليه الزبدة، بعدين بعد ما تنشف مَيّته باحط عليه مَجّين مَيّة سخنة مغلية، بعدين باخلّيه على النار يستوي لمدة تقريبًا نُص ساعة، وبعدها باقطّع الفطر متل ما أنتم بتشوفوا. هذا الفطر طبعًا باغسله كتير منيح وبانضفه كتير منيح من السواد اللي بيكون عليه الشوائب، وبعدين باقطّعه مربعات وباحطه فوق الدجاج، وبعدين باحط علبة الكريمة هاي متل ما أنتم بتشوفوا، باحط الكريمة وبازيدها، باعزّز النكهة بزيادة، معلقتين حليب كبار، وكمان معلقة من الزبدة، وحبة ماجي، وباخلطهم كلّياتهم. بادفّيها أول إشي للكريمة هي والحليب بطنجرة لحال، بعدين باصُبهم على الدجاج والفطر، باحط عليهم يعني حبّة فلفل رومي، إشي بسيط. عرفتوا كيف أحبّتي؟ يعني مثلًا شايفين هاي الحبّة اللي بتشوفوها، نُصها، نُصها شايفين هيها، هاي حبّة، نُصها لحبّة الفلفل أو أقل حتى ربعها، باقطّعها مربعات هيك، وما بتكون تستوي منيح، يعني تكون فيها قرشة، تنحط مع الدجاج وتاكلوها كتير 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 طيبة. وفلفل وجنبها، وأكلة سهلة الصراحة كتير وسريعة، وفلفل وجنبها رز بسمتي، بيلبق لها هاد رز طويل الحبة، لأنه هذا أكل غربي، الأكل الغربي بيلبق له رز طويل الحبة، وتاكلوها بالهنا والعافية إن شاء الله. وسامحوني إني أنا باشرح لكم بس ما باشهيكم إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية، واعملوا لي اشتراك ومتابعة، راح أضلني دائمًا أنزّل لكم أشياء جديدة، وهاي من الأكلات السريعة والسهلة واللي كتير كتير مرغوبة وطيبة، وصحتين وألف عافية. والرز بالنسبة للرز طويل الحبة بيكون على حسب الرز، في إشي رز باخُد كاسة ونُص، في إشي باخُد رز كاستين إلا ربع تقريبًا مَيّة، وانقعوه أنتم كويس بالمَيّة، وعشان يكون سهل الاستواء وطري وبسرعة يستوي. وصحتين وألف عافية. وأنا نزّلت لكم من قبل فيديوهات عن الرز، واعملوا لي اشتراك ومتابعة لا تنسوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.